السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنبدا نشارك معكم اليوم اللوبيا مشرمله اللي كتجي ساهله وفي نفس الوقت ما كتضيعش البوطه مع هذا الغلاء اللي زادوا الان في البوطه. غنبغيو اكثر نستعملوا شي وصفات ما تضيعش فيهم البوطه. ناخذ معايا هنايا ودعت لاصوص طوماط معها شويه الملح، ابزار، خرقوم، حامض مصير. كنوضعها فوق البوطه حتى تتقال شويه. نحن أنا هنايا ضفت مطيشة اللي ديجا كنصايبها معاكم في الفيديوهات السابقة. كنحضرها في الدار، طماطم معلبة كنحضرها في الدار دائما. أنا مكناخدش صراحة ندير الزنقة. شو تبارك الله كتجي زوينة وعاقدة. إلا ما كانش يمكن لكم تحكوا جوج مطيشات عاديين وديروا نفس الطريقة. هي اللوبيا ديجا سلقتها كيف ما كتلاحظوا في شوية الملحة مع الماء طبيعة الحال، اولا تفوروها لكم الاختيار. انا هنا سلقتها بالزربه باش بالزربه توجد ليا الاكله. صافي وكنحرك اللوبيا حتى تندمج مع لاصوص اللي موجده. ما تنساوش نديروا لنا لايكات ومتابعه للصفحه باش يوصلكم كل جديد، وتصليوا على النبي في التعليقات. صافي دابا ها هي وجدت عندي اللوبيا كيف ما كتشاهدوا. دابا الحمد لله متواجده في السوق، يعني بثمن اللي هو مناسب. اخر مرحله كنضيف شويه الربيع مخلط ما بين القزبر ومعدنوس. ومشاهيتكم فيها صراحه كتجي لذيذه، انا كتعجبني شخصيا. كنقدر ندير انا كوجبه رئيسيه، كتجي غزاله. ممكن ترافقوها مع اي حاجه بغيتو، مع الروز كيف ما رافقت انا مع الروز، او لا مع الحوت، او لا اي حاجه بغيتو ترافقوها ممكن، او تستعملوا كوجبه رئيسيه لكم الاختيار. كنقدم انا مع الروز، انا ديجا حتى هو كاين في الصفحه ديالي بغيتو تعرفوا المقادير. والصحة والراحة، وكنتمنى ما تبخلوش علينا بلايكات لايكات لايكات، وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، مع الأمهات ديالكم أو الأخوات ديالكم، علاش لا.